اظن كده انت اتفرجت على الكوره من اليمين من الشمال من فوق، ما فيهاش ضربه جزاء، ما فيهاش ضربه جزاء. تمام، دي من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير جدا. عيدها مره واثنين وثلاثه وقول بما يرضي الله. تمام. جهاد جريشة الحكم الدولي السابق في مصر، طبعا كلنا عارفينه، طلع وقال لك ضربه الجزاء بتاعت الاهلي غير صحيحه، واحكي لك بالتفاصيل. تمام. وحسين عموته طلع وقال شويه تصريحات ناريه. محمد عراقي يقول لك حسين عموته بيقدم شكوى ضد امام عاشور في اداره النادي الاهلي. حلقه مهمه جدا جدا، وحلقه فيها شويه اخبار، وهنتكلم على فكره ضربه الجزاء. تمام. فتصلي على النبي، صلي على النبي كده يا ابن الناس. وبعد اذن اخواتي، طبعا في ناس كبار على عيني وعلى راسي طبعا، وناس قدي وناس اصغر مني، اخواتي وحبايبي، فبتمنى من اخواتي وحبايبي دعمهم لاخوكوا جيمي، يعني دعمكم لاخوكوا، تنزل تعمل لايك. فبعد اذن اخواتي بجد، اي حد بيتفرج عليا مش هتخسر اي حاجه لما تنزل تعمل لايك دعما لاخوك بجد. انا عاوزك تقف جنبي في الفتره دي. تمام. صلي على النبي ويلا بينا نخش في الحلقه ونيجي لضربه الجزاء. ونيجي لضربه الجزاء. ضربه الجزاء اللي حرفيا ليها وجهات نظر كتير جدا، وانا من وجهه نظري ما فيهاش حاجه. دي من وجهه نظر انا عارف انها هتهاجم، بس هي من وجهه نظر انا اللي انا شفت ضربه الجزاء. والله العظيم فاهم، انت تمسك التليفون، طب كده، طب ففي واحد صاحبي اهلاوي وربنا قال لك ايه؟ قال لك ما هو اللي بيحصل في الدوري المصري ان اي لمسه في ال 18 مش عارف ايه بتتحسب فيها وتتحسب ضربه جزاء. لما بنروح اللعيبه دي تروح مع المنتخب واي خبط اي بتاع تلاقي الحكم ما حسبهاش، تلاقي مش عارف ايه، ما فيش حاجه يا ابني. اللعيبه عشان اتعودت ان اي كوره في ال 18 مش عارف ايه ضربه جزاء، لا. قال لك ان احنا بنعود اللعيبه بتاعتنا ان هم يكونوا موجودين اي لمسه اي بتاع ضربه جزاء. تمام. اتفرج على الكوره مره واثنين وثلاثه، مش ضربه جزاء، مش ضربه جزاء. تمام. وفكره يعني تصريح جاد جريش قال لك ايه بقى؟ ده راجل برضه يا جماعه، راجل حكم، يعني حكم ماتشات كتيره جدا وجهه نظره. تمام. قال لك ايه؟ ركله الجزاء بتاعت الاهلي غير صحيحه. قال لك التلاحم مع بن شرقي طبيعي جدا، وانا من وجهه نظري طبيعي جدا ان بن شرقي، خلي بالك لو ركزت في الكوره بن شرقي هو الاول، فهو اللي واصل للكوره. ولو جيت بصيت على اللعب هو الاثنين طالعين مع بعض، اكيد مش هنلعب بالشوكه والسكينه. التلاحم ده طبيعي جدا في الكوره، الزق والبتاع ده، بس هو مثلا ما مسكوش وعملوا فينش اندرتيكر، يعني ما نزلش بيه. ماشي، ده طبيعي. قال لك التلاحم مع بن شرقي ده طبيعي جدا، ولا يوجد دفعه ولا عرقله ولا اي شيء تستدعي ان الحكم يحتسب ضربه جزاء. تمام. قال لك لو يعني خلاص هتطبق الفكره دي كلها بنفس المعايير وبنفس السيستم اللي اتحسب بيه ضربه الجزاء ديت، هيتحسب مئات ضربات الجزاء في الدوري، اللي هو اي فاهم انت لمسه بتاع ضربه جزاء. طب انا شايفه احتكاك عادي، مش مثلا طلع، لا يعني. ما هو كده يا جماعه في الكوره، انت طالع انت واثنين، ما هو في دفع ايه، كتف هتقول لك كتف في ضربه طبيعيه، احتكاك طبيعي. قال لك اتحسب ضربه جزاء. قال لك حكم الفار كان لازم يجيب ويستدعي الحكم يبص عليها محمود ناجي، يجيب الحكم من الساعه يكلمه على السماعه يقول له تعالى بص على الكوره دي، احنا شايفين فيها ضربه جزاء ومش فيها ضربه جزاء، وتعالوا. بس اكيد طالما الفار ما استدعاش الحكم، فالفار يبقى مأكد على قرار الحكم. تمام. فكره ضربه الجزاء ناس كتير جدا بص ليها وجهات نظر كتير جدا. ماشي، بس في ناس كتير برضه، يعني رضا عبد العال من ضمن التصاريح بتاعته، رضا عبد العال، يعني انا جايب لك التصريح بتاعه هقوله لك دلوقتي. يعني قال لك ايه؟ قال لك عشان ينقذوهم ويدوا لهم الثلاثه بونت، الاهلي عمل صفقات بمليارات وبيلعب، وفريق الشرقيه اللي لسه صاعد، يقول لك الفريق الشرقيه اللي لسه صاعد من الدرجه الثانيه ومع انبي والكلام ده كله، ومع مدرب شاب اسمه محمد بركات، عجبني جدا. هي دي بقى ندي وزي الكابتن محمد الشيخ
اللي في وادي دجله. ايوه كده، جيل جديد طالع من المدربين. الفكر بقى العقيم بتاع زمان، اللي هو انا هدافع ورا وهامن خطوط دفاعي وهنلعب على الهجمه المرتده. خلاص بقى الشغل ده ايدي بقى خلاص. لا يا باشا، شوف انبي في اول نص ساعه كسبان الاهلي 2-0 وكان هيكسب الاهلي 3-0 لولا ضربه الجزاء. تمام. قال لك يعني على رضا عبد العال، قال لك يعني مصر كلها عارفه من بدايه الموسم الاهلي ومش عارف ايه والتحكيم والفكره دي كلها. قال لك بس مش كده، يعني ضربه الجزاء دي مش ضربه جزاء. قال لك كانت الكوره دي فرقت. اي كوره يا جماعه على مجرى يعني الهدف الثالث لانبي لو كان جه من ضربه جزاء كان غير المباراه، كان 3-0 دي قتيله. ولكن انا من وجهه نظر انا، هدف الفوز بتاع المباراه هو هدف مروان عطيه. هدف مروان عطيه ده من وجهه نظر انا ده هدف الفوز بتاع المباراه. جون عالمي، جون عالمي، ده اللي رجعك. لانك لو كنت دخلت الشوط الاول خلصته وانت خسران 2-0 كنا هنتسوح. خدها من اخوك، كنا هنتسوح والله العظيم كنا هنتسوح. ماشي. فهدف مروان عطيه هو الهدف ايه اللي نقصنا. ففكره تحكيم ومش تحكيم، انا تعبت من التحكيم والاداء. وفكره الناس يا اسطى اللي بتطبل، يا لهوي مش قادر على فكره الناس اللي بتمحلس وبتعمل. يا اسطى انت ايه؟ يعني انت عاوز ايه؟ اتفرج على الفرقه اللي هات لي ناس بتفهم كوره. انت ما عملتش هجمه يا بني ادم، ما فيش انسجام يا بني ادم. كريم فؤاد مين ده اللي يلعب باك شمال؟ يعني انا عندي رجلي الشمال كوره تيجي تعمل اوفر اللي انا اخد الكوره عليه ايه ده؟ كريم فؤاد لعبه ناحيه اليمين، كريم الدباس نزله. انا ما بحبش انا فكره، لا انا مقتنع بعموته بس محتاج تظبيط. حسين عموته قال لك ايه بقى؟ مدرب النادي الاهلي قال لك عندنا اخطاء دفاعيه وعدم تدعيم بعض العناصر. بص نفس الكلام، قال لك عشان فكره عدم تدعيم بعض العناصر في خط الدفاع. قال لك تم قيد اشرف داري وقد نراه مع الفريق قريبا. قال لك ياسر ابراهيم لم يكون حاضرا وملف رحيله مغلق زي البيان بتاع الاهلي اللي كان من 5 ايام والباب ده اتقفل تماما والمفاوضات مع اللاعب على فكره تجديد عقده. قال لك امام عاشور اللاعب طلب منه ان هو يكون موجود بالفعل والمشاركه، ولكن انا بلغته انت يعني مش هيشارك الا لما يكون جاهز من كل النواحي. ده حسين عموته. انا مش هحكم على حسين عموته دلوقتي، اصبر شويه. ماتش زد ده يوم الجمعه، ماتش زد يوم الجمعه الجاي ماتش صعب، خلي بالك. فرقه قويه مع محمد شوقي، الفرقه اللي هي بتجز على اسنانها دي. بس هنفضل نعيد ونزيد تاني خط الدفاع. طب انا نفسي اعرف برضه يا جماعه، انا برضه حاجه محيراني. انتوا كنتوا بتعملوا ايه في المعسكر؟ يعني لا عمل هنا معسكر في مصر، معسكر في اسبانيا، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ اما ده معسكر وده معسكر ومش عارف ايه. طب إيه في ايه بجد؟ يعني انا عاوز حد يقول لي لما احنا نقضيها معسكرات مفيش حد، يعني مش فاهم. في حاجه غلط خط الدفاع. وانا والله العظيم من الناس اللي متابعاني اخواتي وحبايبي من بدري جدا من بدري جدا وانا بقول لك خط دفاعك وحش، خط دفاعك لازم تفوقه، خط دفاعك لازم تفوقه. عندك مشكله في خط الدفاع، لازم تدعيمات في خط الدفاع. وعمال نتكلم على خط الدفاع، ادي خط الدفاع، اديك شفت خط الدفاع. خط دفاع ضايع، خط دفاع انت لسه ما لسه داخل الكونفدراليه. انت لو وقعت مع 2 مهاجمين او مهاجم سريع وهافات سريعه او هاف ليفت وهاف رايت هيتعبوك سرعات ومهاره، لا وقوه بدنيه مش هتسد. وده اللي احنا بنقوله من دلوقتي، خط دفاعك محتاج تظبيط.
الدفاع يا جدعان، خط الدفاع يا جدعان اهو. هنفضل نعيد ونزيد في القصه دي، هنفضل نعيد ونزيد على فكره خط الدفاع. ماشي. عندك محمد عراقي قال لك حسين عموته اشتكى امام عاشور لاداره الاهلي، وقال لك ان ارقام امام زي اللعيبه الاجانب، والاهلي لو هيفكر بيع امام عاشور هيبيعه في يناير. انا قلت لك موضوع امام عاشور ده اديله يناير بكتير، امام اديله يناير بالكتير قوي ان هو يمشي. ماشي. فكره انك كسبت مش عارف ايه، انا قلقان، يعني انا قلقان. الموسم ده طويل، الموسم ده طويل قوي. ماشي. فكره انك يعني هتفضل بقى تجيبها كده، هتفضل تجيبها كده، لا لازم تفوق بقى. اللي هو تجيبها كده تجيبها كده، اللي هو ايه، هتجيب لعيب من هنا تحطه هنا زي كريم فؤاد، لا انا عاوز صح صح وعاوز اركز، لان عيني لازم اخد دوري، لازم اخد كونفدراليه، لازم ارجع تاني ابين العين الحمراء. ما ينفعش كده يا جماعه. ربنا يكرمنا يا رب في اللي جاي. صلى على النبي. السلام عليكم.